اتكلمنا عن شاسيه جسم العظم. النهارده نتكلم بقى عن الهيئه بتاعه الجسم في العضلات، عشان نبقى عارفين في 3 انواع من العضلات: العضلات الهيكليه او السكيليتال ماسلز، وفي العضلات القلبيه او الكاردياك ماسلز، وفي العضلات اسمها سموث ماسلز او العضلات الملساء. ولكن النهارده هيكون كلامنا او الهيئه بتاعه الجسم، واي حد لما بيجي على باله كلمه عضلات هي العضلات الهيكليه اللي احنا بيكون قصدنا عليها. حاولت ابسط الموضوع على قد ما اقدر، لان كل حاجه من الحاجات دي تفاصيلها كتيره جدا جدا، ويمكن في تفاصيل كتير ممكن بعد كده اعمل لها حلقات لوحدها بحيث ان يعني تاخد حقها علشان ما نتوهش في الحلقه دي. نتكلم عن العضلات القلبيه والعضلات الملساء نبذه سريعه، ولكن كل حاجه في حلقتها ان شاء الله باذن الله. ولكن النهارده يمكن الكلام الاساسي هيكون على العضلات الهيكليه او السكيليتال ماسلز، ومعاها شويه ملحقات زي المفاصل والغضاريف والحاجات دي. يعني هنتكلم كده ان شاء الله تكون حلقه بسيطه ويا رب تكون مفيده باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم محمد هشام، ودي قناتي قناة MHat. انواع العضلات في الجسم 3. اول حاجة اللي اسمها سكيليتال ماسلز او العضلات الهيكلية، الكاردياك ماسلز او العضلات القلبية، ويمكن هنتكلم عليها بالتفصيل مع القلب او مع الجهاز الدوري. العضلات الملساء او السموث ماسلز اللي هي بتكون مسؤولة عن انقباض بعض الأجهزة الحيوية اللي داخل الجسم، المثانة، الأمعاء، المعدة، الكلام ده كله. عضلات لا إرادية ما بنحسش بيها كمان وهي بتتحرك، ولا عندنا كنترول قوي عليها او تحكم فيها قوي. في الخلاصة عشان نبقى عارفين سكيليتال وكاردياك وسموث ماسلز، ال3 دول لو زي حطيناهم في جدول، في حاجات مشتركه بين الكاردياك وبين السكيليتال، وفي حاجات مشتركه بين الكاردياك وبين السموث ماسلز. المشترك بين الكاردياك والسموث ماسلز اللي هما الاثنين بينقبضوا لا اراديا، مفيش حد بيتحكم فيهم، حاجه اوتونوميك، يعني حاجه هي لوحدها شغاله. ولكن في حاجه مشتركه بين الكاردياك ماسلز وبين السكيليتال ماسلز، ان هما الاثنين حاجه اسمها ستريتد ماسلز. الستريتد ماسلز ان احنا زي ما هنقول الوحدات العضليه اللي هنتكلم عليها بتاعه العضلات دي ليها بيبقى الشكل معين تحت الميكروسكوب الالكتروني، بيبقى ليها شكل كأن العضله ستريتد، يعني مخططه، فيها بانز غامقه وفاتحه غامقه وفاتحه غامقه وفاتحه، فدي بيخليها حاجه اسمها ستريتد او مخططه. العضلات القلبيه والعضلات الهيكليه زي بعض في ان هم ستريتد، ولكن العضلات القلبيه لا اراديه زيها زي السموث ماسلز. السموث ماسلز الترتيب بتاع البروتينز بيبقى عشوائي، مفيش حاجه اسمها ساركومير اللي احنا هنتكلم عليه، لكن بيحصل برضو انقباض فيها بطريقه ما، ولكن مش دي موضوعنا النهارده، لان احنا النهارده بنتكلم عن العضلات الهيكليه اللي بتكمل بقيه شاسيه الجسم، اللي بتدي هيئة الجسم. لو احنا كده مسكنا العضله، يمكن تشبيه ان الناس تعرفوا اللحمه هي عباره عن عضلات عشان بس نكون عارفين. واحنا مسكنا العضله، اي عضله لوحدها لو هنقعد نفصصها شويه بشويه، او حته اللحمه دي هنفصصها شويه بشويه، العضله الكبيره دي بتكون الاول متقسمه لفصوص، حاجه اسمها فاسيكلز. الفصوص العضليه دي لو ابتدينا نفصصها لنسايل عظم صغيره اسمها ماسل فايبر، الياف عضليه. الالياف العضليه دي لو احنا فصصناها هتبقى عباره عن حاجه اسمها ماسل فايبرل او المايوفايبرل او فتل عضليه، والالياف العضليه. لو مسكنا ليفه عضليه هي عباره عن وحدات عضليه مرصوصه جنب بعض بالطول، يعني وحده ووحده 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 جنب بعض تعمل مايوفايبرل. هنتكلم على الوحده العضليه ساركومير او القسم العضلي ده، او اللي هي اصغر وحده وظيفيه للعضله، دي عباره عن زي 2 ديسك او قرصين طالع منهم زي كده ايه سنون، وبينهم سنون. السنون دي بروتين اسمه اكتين، وفي النص سنون تانية بروتين اسمه مايوسين. عشان نكون عارفين القصة كلها في العضلات هي اكتين ومايوسين، هم دول تناغمهم مع بعض وتفاعلهم مع بعض هو ده اللي بيعمل الانقباض ويعمل الارتخاء. وحدات مرصوصة جنب بعض، فكل وحدة عبارة عن بالظبط ديسك وديسك، حاجة اسمها ذات ديسك من غير كلام كتير، عبارة عن قرصين ليها بداية ونهاية من قرص لقرص، عامل زي الفرشة كده، سنون طالعة من ديسك او من قرص. في النص هنا في سنون تانية اللي هي البروتين الاخر اللي اسمه المايوسين، فده اكتين وده مايوسين، بينهم وبين بعض في زي دراعات او ايدين، او يعني مش عايز اقعد اخش في تفاصيل ازيد من كده. ولكن مع الانقباض بيحصل ان الدراعات دي بتشد الاكتين على المايوسين، او المايوسين بيشد على الاكتين، فبيبتدي زي ما يقول كده زي الافلام بتاعت بقى رامبو بقى وهرقل وكده، اللي هو بقى يشد الحطين جنب بعض. هو نفس الحوار ده اللي بيحصل، ان بيحصل زحزحه، ان الديسكين دول بيقربوا من بعض، فالوحده العضليه دي بتقصر اللي هي الساركومير، فزي البروتينات دي زي ما بنقول بتتزحلق فوق بعض لغايه ما الوحده دي تقصر، وحده ووحده ووحده ووحده. لما كلهم يقصروا مع بعض يبقى العضله كلها تقصر، يعني بتنقبض. يعني اي انقباض معناها ان العضله بتقصر، واي ارتخاء معناها العكس. اللي بيحصل ان مع الارتخاء البروتينات دي بتبتدي تسيب من بعض، بتبتدي المسافه تبعد تاني في الساركومير، بالتالي لما في كل الساركوميرز اللي في العضله بالتالي بيحصل ارتخاء
في العضله. حاجات مهمه جدا علشان العضله تعرف تنقبض وترتخي. اول حاجه بعض الاملاح زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم ومحتاجين طاقه اللي هي الاي تي بي. طب ايه اللي بيحصل للانقباض وايه اللي بيحصل للارتخاء؟ اللي بيحصل للانقباض الاشاره العصبيه اللي بتيجي من العصب اللي هو هيدي الاشاره للعضله انها تنقبض، في ماده اسمها اسيتايل كولين اتكلمنا عليها في الحلقه بتاعت وهن العضلات، ان شاء الله بقى اسيب اللينك بتاعها. الاسيتايل كولين ده لما بيوصل للعضله التقبيلات بتاعت الاسيتايل كولين ده لما الاسيتايل كولين بيشتغل تدي امر لبعض زي ما نقول قنوات تفتح قنوات للصوديوم علشان يخش الصوديوم. ده بيعمل حاجه اسمها اكشن بوتنشال، ويمكن الاكشن بوتنشال ده يبقى نتكلم عليه بالتفصيل في الجهاز العصبي او يمكن نعمل له حلقه لوحده ليه عشان يعني يتفهم. ولكن اللي انا قصدي عليه ان بيدي اشارات اخرى داخل العضله اللي بيبتدي يفتح يعني في خزان كده معين للكالسيوم. يعني هو عشان نبقى عارفين الفتل دي كلها عايمه حاجه اسمها ساركوبلازم او زي الميه بتاعه العضلات، في زي شبكه بينهم اسمها ساركوبلازميك ريتيكولوم زي خزانات مليانه كالسيوم. مع اشاره الصوديوم دي الكالسيوم ده بيبتدي يعني يخرج من المستودعات بتاعته في كل العضله، يشتغل في كل الساركوميرز او الوحدات العضليه دي، يخلي البروتينات اللي هي الاكتين والمايوسين، لان في بروتينات تانية وفي يعني قصه كبيره. وزي ما دايما بقول انا بتكلم بمنتهى التبسيط لان فعلا الحاجات دي لو اتشرحت بتفصيل زياده هنتوه من بعض والموضوع ممكن ما يوصلش. بحاول ادي الحاجه اللي تثبت لان التفاصيل زياده جدا جدا، وانا دايما بحضر الحلقه لو في حاجه عايز القي النظر عليها تاني ممكن ابقى اعمل لها حلقه فيما بعد. ولكن علشان ما نتوهش كتير، هو الكالسيوم ده لما بيبتدي يبقى على مستوى الساركومير او الوحده العضليه بيخلي البروتينين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول يبتدوا يتزحلقوا على بعض ويبتدي يحصل الانقباض. لما الاشارات العصبيه دي بتبتدي خلاص تسكت، ما يبقاش فيه اسيتايل كولين تاني رايح للعضله، بالتالي مش هيكون فيه كالسيوم تاني بيتفرز من مستودعات الكالسيوم اللي احنا قلنا عليها بتاعت الساركوبلازميك ريتيكولوم. فبالتالي الكالسيوم ده بيبتدي عن طريق طاقه معينه، بامس او مضخات معينه الساركوبلازميك ريتيكولوم ده او مستودع الكالسيوم ده يبتدي يشفط تاني او يسحب الكالسيوم تاني، وبالتالي مفيش كالسيوم، بيخلي ان في زحلقه بين الاكتين والمايوسين دول او تفاعل معين. بالتالي العضله بيبتدي خلاص الغده اللي كانت موجوده دي تبتدي تختفي تدريجيا، يبتدي العضله ترتخي ويحصل الارتخاء. احنا في العظم اتكلمنا عن اغلب اللي في الجسم ان اسهل بكتير واقل بكتير، لكن احنا عندنا فوق 600 عضله في الجسم، وطبعا عشان نسميهم واحده واحده هناخد يعني اسبوع تقريبا، يعني مش هينفع والاسامي مجعلصه اخر 13 حاجه. لكن اللي انا قصدي عليه ان بدي برضو فكره عامه عشان نبقى عارفينها تشريحيا. اي عضله في حاجه اسمها اوريجن او مصدر للعضله، وانسرشن او مكان مسك العضله او يعني زي بدايه العضله ونهايتها. دايما الاوريجن والانسرشن هي حاجه واحده، هو بيبقى العضله ماسكه بوتر في العظمه من هنا وبوتر في العظمه من هنا، واحنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. وهنتكلم تاني عن الفرق بين الليجامنتس او الاربطه وبين التندونز او الاوتار. هما الاثنين تقريبا حاجه واحده عشان نبقى عارفين. مركب يعني زي ما نقول بند او يعني شريط ناشف والاستيكي او مرن من الكولاجين، يعني نسيج ضم من الكولاجين المرن وفي نفس الوقت طف او ناشف، هم حاجه واحده تقريبا. ولكن الفرق ان الليجامنتس بين عظم وعظم، لكن دايما التندون او الوتر ده اللي بين العضله وبين العظم. بالتالي العضله بتكون ماسكه عظمه من هنا بوتر وفي عظمه من هنا بوتر. طب ايه الفرق بين الاوريجن والانسرشن؟ الاوريجن دي دايما العظمه الثابته او الاقل حركه، العظمه المتحركه هي بيكون فيها الانسرشن. بمعنى ايه؟ بمعنى في عظمتين، العظمتين دول بينهم عضله، اكيد العضله هتوصل بين عظمتين، لان اكيد العضله مش هتبقى على عظمه واحده، لان يعني مش هيبقى فيها حركه، لان العضله اساسيه علشان يحصل تحرك في المفصل اللي احنا هنتكلم لسه على موضوع المفاصل. وطبعا انا مش همسك كل عضله اعمل لها الاوريجن والانسرشن، لان دي كده بشرح اناتومي وكانت حاجه يعني اللهم عافيكم يعني. ولكن الفكره العامه ان اي عضله ليها منشا او حاجه اسمها اوريجن، بيكون مكان هي ماسكه فيه في العظمه مش هنقول ثابته ولكن الاقل تحركا، وبتكون رايحه على عظمه تانية تعمل حاجه اسمها انسرشن او المكان المسك النهائي تمسك في العظمه المتحركه بقى اللي هي الاساس اللي بتتحرك. فده للمفهوم العام عشان تبقوا عارفين لو حد يعني سمع كلمه اوريجن او انسرشن لاي عضله. حركة العضلات دي او انقباض العضلات قصة كبيرة ممكن نبقى نعمل لها حلقة لوحدها، لان في ممكن انقباض بحركة وانقباض من غير حركة. الموضوع ده ممكن نعمل له تفصيل، ولكن انا مش عايز اخرج عن الموضوع ان احنا مجرد بنفصص الجسم زي ما احنا متعودين في السلسلة دي. زي ما اتكلمنا عن الاربطة وعن الاوتار، في حاجتين كمان مرتبطين قوي بالعضلات لازم نبقى عارفينهم. اول حاجة الجوينتس او المفاصل، برضو نبذة سريعة، هو اي التقاء بين عظمتين، يعني اي التقاء بين عظمتين ده جوينت او مفصل. طبعا الفكرة الشهيرة عندنا المفصل
المفصل ان لازم يكون بيتحرك، لا لازم نبقى عارفين ان في كذا نوع من انواع المفاصل هنشرحهم بالتوازي مع بعض. ان في حاجه اسمها تركيبيه ووظيفيه، يعني عن طريق التركيب بتاعه وعن طريق الوظيفه. هنتكلم الاول وظيفيا وهنربطها بالتركيبيه. وظيفيا في مفاصل غير متحركه على الاطلاق، حاجه اسمها سين ارثروزس، يعني ما فيهاش حركه تماما، ودي بتكون من النوع حاجه اسمها فايبرس اللي هو تليف، يعني عباره عن عظمه وعظمه وبينهم تليفات، فده هو خلاص هو جوينت بس لا يتحرك. بعد كده في حاجه اسمها كارتيليجينس او غضروفي، حاجه اسمها انفي ارثروزس او يعني حركه محدوده، حاجه كده عامله زي الديسك بتاع الظهر او فقرات الظهر، يعني عظمه وعظمه وبينهم ديسك. الديسك ده مش بيتحرك، مفيش حركه كامله متكامله، ولكن في حركه بسيطه، فهو مش متحرك بس مش هنقدر نخليه ثابت زي الفايبرس الاولاني. وبعدين في حاجه اسمها دايرثروزس او كامل الحركه اللي هو متحرك تماما، ده حاجه اسمها ساينوفي اللي هو عامل زي مفصل الركبه مثلا اللي هو بيتحرك تماما. فالخلاصه 3 انواع وظيفيه و3 انواع تركيبيه او على حسب تركيبته: فايبرس او ليفي، كارتيليجينس غضروفي، وساينوفيال او ساينوفي. هم دول الثلاثه التركيبيه. والمقابل ليهم وظيفيا اما ان هو ما بيتحركش خالص اللي هو سين ارثروزس، او انفي ارثروزس او اللي هو بيتحرك قليلا، والدايرثروزس اللي هو بيتحرك براحته. ولكن برضو اللي هنتكلم عليه النهارده اللي هندي فيه النبذه زياده شويه هو الاخير اللي هو النوع الساينوفيال ده، او اللي هو بيتحرك براحته خالص، لان هو ده جوينت او المفصل المتعارف عليه. علشان نكون عارفين حاجات عامه لازم نبقى عارفينها في اي مفصل اللي هو من النوع الساينوفيال او الساينوفيال ده. لو هنتكلم التقاء عظمتين، لو هنتكلم ركبه مثلا، ولكن انا خلينا بالعرض احسن. دايما لازم بيكون في بين العظمتين دول مسافه، والمسافه دي وارد ان العظمتين دول يعني يحتكوا ببعض مع الحركه. لازم طبعا يكون في تبطينه الاول بين كل عظمه وعظمه، يعني على العظمه دي والعظمه دي لازم يكون في نوع من التشحيم كده، الكارتلج الغضروف، تبطينه للاسطح المتقابله او اللي محتكه ببعض في العظم. برضه هم في 3 انواع غضاريف عشان نبقى عارفينها، حاجه اسمها الاستيك او مرن، وده يمكن زي مثلا الودن ده غضروف، يعني الودان دي غضاريف. وفي حاجه اسمها هايلاين وده زي المبطن للعظم بتاع ركبه. وفي حاجه اسمها فايبرو كارتلج زي اللي موجود في الفقرات. المهم عشان نكون عارفين الغضروف ده عباره عن برضه كولاجين، يعني هو الفرق بين ال3 انواع مسافه الحاجه اسمها الكولاجين وحاجه اسمها بروتيوجلايكان، يعني زي صمغ معين في النسيج بتاع الغضروف ده. ولكن هو الخلاصه حاجه واحده، انه نسيج صلب ومرن، درجه المرونه والصلابه تختلف، ولكن مش باندز، مش زي الليجامنتس او زي الاربطه ان هي شريط، لا هو عباره عن زي مسطح بقى، عامل زي نعتبرها زي الاستيكه، يعني نعتبر ان الغضروف ده حاجه كده عامل زي الاستيكه، في انضغاط كده ومرونه معينه علشان يمتص الصدمات، وهو املس جدا عشان يعمل زفلطه بين الاسطح المحتكه، وفي نفس الوقت في قساوه معينه يستحمل اي خبطات او اي حمل. يعني غير الاربطه هي حاجه كده زي الحبال الناشفه ومرنه شويه، يعني ده للتسهيل في المجمل. يعني هنرجع للغضاريف. الغضروف ده او الكارتلج ده بيكون مبطن للعظمتين على اساس لو حصل بينهم احتكاك او اي حاجه يكونوا متزفلطين، وفي بينهم مسافه برضو مليانه سائل، السائل اللي هو الساينوفي، لان في حاجه اسمها ساينوفيوم ده اللي هو عباره عن ساينوفيال فلويد او سائل ساينوفي جوه ساينوفيال كافيتي او كبسوله، حاجه اسمها ساينوفيال ممبرين بين العظمتين. وبعد كده في كبسوله بتبقى قافله المفصل ده ككل. يعني دايما اي التقاء بين عظمتين لازم يكون في غضاريف عشان الاحتكاك يكون في احتمال للاحتكاك، يعني زي ما نقول زفلطه للاحتكاك ده، عن يكون في احتمال للاوزان او لاي خبطه بتحصل، فبالتالي لازم يكون في حمايه عن طريق الكارتريج او الغضاريف. وبرده السائل الساينوفي ده يزود الزفلطه او ان يعني زي شحم المفصل ده، ان هو بيبقى مقفول بقى ككل بكبسوله. في الخلاصه وببساطه برضه خلي بالكم ان ساينوفيال جوينت او مفصل الساينوفي ده ليه انواع برضه على حسب الحركه. يعني في حاجه اسمها هنج زي مثلا بتاع الكوع ده، زي مثلا مفصله الشيش كده اللي هو حركه في اتجاه واحد. في حاجه اسمها بيفوت زي الرقبه مثلا ان هو يمين وشمال وفوق وتحت. بعد كده في حاجه اسمها بول اند سوكت زي الكتف ده، كوره داخله زي ما نقول سوكت، يعني فخيه كده بتخليه يتحرك داير داير. ففي انواع كتير، ولكن هي الفكره العامه لازم نبقى فاهمين يعني ايه مفصل، ويعني ايه عضله، ويعني ايه رباط، ويعني ايه غضروف. الكلام ده كله مهم نبقى مفصصين الجسم عامل ازاي. في حاجه قبل كده قلنا عليها بيرسا، دي بتبقى زي مخده او بتكون فعلا مخده مليانه سائل بين وتر ووتر او وتر ورابط، اساس ان تخلي الحركه سهله، يعني زي برضو تشحيم
تشحيم او نوع من انواع ان بتسهل الحركه او تقلل الاحتكاك بين الانسجه وبعضها. فالنهارده خدنا فكره بسيطه وسريعه عن العضله يعني ايه، وفصصناها المفصل وفصصناه الاربطه والغضاريف. اتكلمنا بطريقه مبسطه جدا لان انا بامانه ربنا وانا بحضر كل ما الاقي فيه تشعب جدا، حسيت ان الحلقه هتطول جدا وتكون ممله جدا، وفي نفس الوقت حشو كلام على الفاضي جايز يتوهنا الحلقه دي. في بعض الحاجات اللي انا ناوي ان شاء الله اعمل لها حلقه لوحدها عشان تعمل استيضاح زياده للجسم ككل، ولكن انا مش عايز اخرج بره السلسال المبسط من الشرح ان احنا بنفصص الجسم اوليا وجايز نتعمق فيما بعد. اتمنى ان الحلقه دي يعني تكون ممتعه ومفيده، ما تكونش خفيفه قوي ولا تكون معقده بالنسبه للبعض، لان زي ما بقول الطب بحر. وانا والله يا جماعه يمكن لو في حد من الزملاء الاطباء بيتفرج يعرف ان دي قشور القشور، والواحد كل ما بيخش فيه تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل ممكن تكون معقده، ولكن هو الهدف احنا نفهم، مش الهدف استعراض معلومات او ان احنا يعني نتحركن. هو الفكره كلها ابسط المعلومات اللي تلزق في دماغنا بحيث ان احنا نبقى فاهمين الليله ماشيه ازاي. اتمنى السلسله تكون مفيده لحد دلوقتي. لو حد عنده اي اقتراحات او تعليقات يا ريت ما تنسوش تسيبوها لي في التعليقات. ولو اي حد اول مره يشوف القناه، هي مش بس قناه عن الطب العام ده، لا هي اساسا عن طب العيون وفي حاجات كتير بعيد عن الطب، نتكلم عن اليوفنتوس والكوره وكلام عام وحاجات كتيره. يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده. ما تنسوش تعملوا اشتراك فيها لو حسيتوا ان هي مفيده، وما تنسوش تبصوا على بقيه القوائم وتعرفوا على القناه. ربنا يدينا العمر والصحه ونشوف بعض على خير الحلقه الجايه او اللايف الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.